السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر، معاكم رامي محمد. بقالي فترة طويلة مش بقدم محتوى، بس أنا عايز أقدمه بنفع، يعني مش أعمل فيديو لا أقدم فيه معلومة الناس تستفيد منه، مش أعمل فيديو وخلاص. يعني في كذا معلومة كده، ومعلومة مهمة جدا فحبيت أقدمها للناس، وناس كتير حب الاستثمار في مصر ومن بره مصر، يعني ناس أجانب من الدول العربية حابين الاستثمار في مصر في مجال الزراعة. هو شايف إن ده أأمن استثمار وناجح، وناس حلمها الزراعة، يعني في ناس حلمها وحلم حياتها الزراعة، وأنا واحد من الناس بنصح أي حد للزراعة، بشجعك بقول لك ازرع. أرض حلوة خيرها كتير. مفيش، أنا عايز أقول لك كلمتين: مفيش واحد صاحب أرض وقع، مفيش واحد صاحب أرض وشغال وربنا كرمه مش واقف على رجله. الزراعة مشروع ناجح مضمون 100%، نجاحه ممتاز، فإنك تستثمر فيه فأنا بشوفه مضمون 100% بعد كرم ربنا طبعا. الحتة اللي أنا بضيفها في الموضوع: قمنا صحينا لقينا تملك الأجانب للأراضي الزراعية في مصر. على قد ما هو في ناس كتير بتعترض على القانون، على قد ما هو في منفعة للجميع. أنا شايفه كده، يعني احنا ما كتير ناس بره بتمتلك أماكن بره، ومصريين وغير مصريين، فأنا شايف الموضوع مش طالما واحد هياخد أرض ويفلح ويزرع كله خير. بعد ما ممكن تكون هي صحراء جرداء، فهو بيزرعها ويحييها، وأكيد اللي هيجي من بره مش هيجيب مواطنين يشتغلوا فيها، مصريين برضو اللي هيشتغلوا فيها ويفلحوها. فأنا بقول فرصة كويسة للناس اللي بتكلمني تسأل على تملك الأجانب في مصر وعلى الاستثمار الزراعي. أنا صحيت الصبح لقيت المعلومة خلاص، قانون والبرلمان طرحه وتمت الموافقة عليه لتملك الأجانب أراضي زراعية في مصر. فدي فرصة، لو أنت حابب الاستثمار شوف المكان اللي يناسبك، اشتغل وازرع. واللي محبين التين الشوكي كتير من بره، من سوريا، من العراق، من ليبيا، من الإمارات كتير، سلطنة عمان، واليمن، كتير ناس بتكلمني بتسأل عايزة تزرع، تلاقي مشكلة يقول لك المية عندنا. لا، تعال انت في مصر الخير كتير اهو، مية كتير، الأراضي كتير، العمالة متوفرة، كل حاجة تقدر تستثمر، تقدر تزرع، تقدر تشغل فلوسك بالطريقة الصحيحة في مجال الزراعة. فدي من ضمن الخطوات لو انت حابب تشتغل عليها، والقانون اتاح لك الفرصة ان انت تشتغل وتزرع. فانا شايفها فرصة عظيمة بالنسبة للأجانب في مصر إنه ياخد أرض تمليك ويشتغل في مجال الزراعة. الحتة التانية، أنا بشوف أكترية المستثمرين اللي عايزين يستثمروا في مصر هو راغب الزراعة عشان مجال التين الشوكي. يعني أنا لو بنتكلم مثلا على المغرب عارفة قيمة التين الشوكي من التصنيع منه، تونس عارفة قيمة التين الشوكي من التصنيع منه، مكسيك، برازيل، إيطاليا، تلاقي الناس دي بتتكلم على التين الشوكي كقيمة تصنيعية، مش بيتكلم بقى كأكل وشرب، لا بيتكلم القيمة التصنيعية منه، هو ازاي بيستفيد من التصنيع منه. هو كل شغله الشاغل في حتة التصنيع منه. هضيف معلومة في الفيديو ده عشان برضو انهي موضوع الحشرة القرمزية. احنا عندنا في مصر تين على اعلى مستوى، تين مفيهوش مرض. اسباب مرض التين الشوكي في دولة المغرب والحشرة القرمزية عدم الاهتمام بالتين، وعدم الاهتمام بالتين، وعدم طرق الزراعة الصحيحة، وعدم نظافته. ايه عدم نظافته؟ مفيش النظافة، مفيش ان انا بعد ما بخلص الموسم ابتدي الم الهالك والواقع من العمالة،
انظم مزرعتي، اخليها بالمستوى اللي انت شايفه كده تحت الخطوط ده، اخلي مزرعتي على اعلى مستوى، اخليها نظيفه. كل الحاجات دي بتسبب امراض. انت لو انسان مش بتغير لبسك يعني وما بتغسلش والكلام ده كله، هيجي لك مرض، هيجي لك مرض جلدي لا محاله. فكر بقى من تمرض داخليا، لا خارجيا هيجي لك مرض جلدي طالما انت سايب عفن والكلام وبتنام في بيئه معفنه. لو انت مش بتنظف مسكنك والكلام ده كله هتمرض وهيجي لك عفن. ده اللي بيحصل في الحشره القرمزيه للتين الشوكي. المغرب للاسف هي كان عندها كميات هائله من التين الشوكي، بس كانش فيه اهتمام، ما كانش فيه تنظيم زي ما في مصر. احنا عندنا تنظيم، عندنا تنظيم في مساحات الزراعه، في المسافات البينيه بين الخط والخط وبين الشتله والشتله. عندنا قطاع نظافه، احنا بنعمله قطاع نظافه محترم جدا مهما كان حجم الشجره. يعني انا هصور لك من عمر نبات دلوقتي مثلا 5 سنين مثلا مثال، او 4 سنين ونص، هجيب لك في نبات عمر 20 سنة. النظافة اللي انت شايفها في الباكية دي، بلاش الباكية، خلينا نتكلم في الشتلية نفسها اهو. دي حاجات ما تجيبش امراض، شجرة نظيفة، مفيش حشائش، مفيش ورق كتير واقع تحت بيعمل عفن يطلع الامراض. انا قلت لك التين الشوكي ده انا بشبهه للانسان، بمعنى انت لو بتنام في مسكن معفن هيجي لك امراض جلديه. هي الحشره القرمزيه كده للاسف. ده اللي كان حصل في المغرب، عدم الاهتمام، يجنوا الثمار من عليه ويسيبوا اللي يسيبوه تحته ويسيبوا الحشائش ويسيبوا. دي اللي انا كنت بشوفه في الاماكن اللي كان فيها حشره قرمزيه ومتاكله في المغرب عن طريق الصور والفيديوهات اللي كانت بتجيلي. فدي كانت من ضمن الاسباب. الناس بقى تقول لك مصر دلوقتي بقى فيها كميه تين شوكي محترمه جدا، لكن ما فيهاش الحشره دي. هصور لك اكمل لك بقيه الفيديو ثانية واحدة، هنقل في المزرعة التانية وشوف النظافة برضو نفس الطريقة. ادي بصور لك من مزرعة عمر اكبر من المزرعة اللي في نفس الفيديو قبليه. نظافة برضو، نرجع نظافة تحت الشجرة نضيف، بتفرد في الباكية شوية سماد عضو اللي هو السباخ البلدي بنقول عليه في مصر، وادي نظافة الشجرة من تحتها زي ما انت شايف، حاجة نظيفة. تمشي انت نفسك في الباكيتك في ارضك في مزرعتك تلاقي ارضك نظيفة اهي، الارضية تحتها. هو ده الشغل، هي دي نجاح المزرعة. انما تقول لي بقى ده انا عندي الحشره القرمزيه وانا قلقان، لا يا سيدي، انا في ناس متابعه معايا من المغرب. شجره التين دلوقتي وصلت بسم الله ما شاء الله عمر سنتين، تبارك الرحمن، نفس لون التين في مصر، هو نفس اللون، يعني مفيش اختلاف. شجره التين دي مفيهاش اختلاف طول ما انت بتديها نفس الشغل ونفس الاهتمام، مفيش اختلاف. ايه الاهتمام؟ هي نظافه. نظف مزرعتك ركزت على موضوع النظافه، هي النظافه ركزت على الموضوع ده جدا، تفضل مزرعتك طول العمر نظيفه ما تتعبكش. فانا بطمنك من ناحيه حشره قرمزيه مفيش الكلام ده الا اذا عن طريق الاهمال وعدم النظافه يبتدي يحصل المرض ده. يا رب يكون المعلومتين اللي انا قدمتهم في الفيديو الناس تستفيد منهم، وساعد غيرك يستفيد من الفيديو، وشيره للغير عشان يستفيد من موضوع الاستثمار للاجانب وموضوع الحشره القرمزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.